من كوبايتين دقيق هتحضري عجينة القطايف، ما شاء الله الله أكبر. قطايف مقرمشة وجميلة وطعمها روعة، في أقل من دقايق هتحضريها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء أحمد ودي قناتي. إن شاء الله النهاردة الجمال والحلاوة ده من الآخر خالص هتحضريها. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معايا بقى المقادير بتاعتنا. معايا كوبايتين 2 من المية، والمية تكون دافية عشان احنا في الشتاء. كوبايتين المية زيهم كوبايتين من الدقيق. هنحط عليهم طبعا معلقة من السكر، ومعلقة صغيرة كده من الخميرة الفورية، وقلبيهم كويس، وذرة من الملح. قلبي بقى المكونات دي الجميلة دي وسيبيها حوالي دقيقة كده. هتحسي ان في فقاقيع، هتنزلي بالدقيق بتاعنا. هنزل بقى بكوبايتين الدقيق، كوبايتين المية عليهم كوبايتين دقيق، ومعلقتين من دقيق السمولينا، ومعلقة من النشا، ومعلقة من الفانيليا صغيرة جدا. وقلبي المكونات دي كلها. ممكن تاخدي الجمال ده كله في الخلاط وتضربيه ضربة كويسة. انا هعمله بالمضرب اليدوي علشان هي ما فيهاش اي حاجة. احتجت بس حوالي ربع فنجان من المية حطيته، وقلبي كويس عشان انا مش عايزة فيها تكتلات. هنصفيها بقى عشان لو فيها اي تكتلات ما تطلعش معانا واحنا بنخبزها على الصينية. صف كويس. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد. طبعا هنركنها حوالي 10 دقايق ونشتغل على طول. ما تسيبيش العجينة تخمر. شوفوا ما شاء الله، شوفوا العجينة تحسي ان هي استوت ازاي. ما شاء الله بتطلع فقاقيع كده، بتبقى المسام بتاعتها اتفتحت وكده استوت معانا. ويا ريت ما تغمقيش ظهرها عشان لما تيجي تحمريها تطلع لونها ذهبي وجميل عشان ما تتحرقش منك. طبعا بعد ما هي مش خمرت معانا، احنا بنقعدها 10 دقايق بس ونشتغل على طول. بتسخني الطاسة بتاعتك وتكون طاسة ما بتلزقش بالطريقة. شوفوا ما شاء الله. وصينية كده عليها فوطة المطبخ تكون نظيفة، وتطلعيه تغطيه عشان تطرى معاكي وما تنشفش. اكمل الكمية بتاعتي كلها بالطريقة دي وارجع لكم تاني. مفيش اسهل منها. كوبايتين دي في عندك، وكوبايتين 2 مية فترة، وهتعملي احلى عجينة قطايف. وممكن تخزنيها في الديب فريزر كده، بس بعد ما تبرد هترصيها رصة حلوة كده، وبين كل رصة ورصة كيس من بتاع الحليب. وما شاء الله يعني انسي بقى انك تشتريها بالطريقة دي تشتريها وتيجي تحشيها بتلاقيها تفتح معاكي ويكون في واحدة بايتة وواحدة صبحة. لا، انت مليها من الالف للياء. شوفوا ما شاء الله جميلة جدا وطرية. شوفوا العجينة ما شاء الله عليها، ما بتتقطمش ولا حاجة وبتلزق معايا على طول. دلوقتي ساعة ما بتخلص معايا وبيطلبوها بروح عاملاها على طول. كوبايتين 2 مية وكوبايتين 2 دقيق بتعملي الجمال ده كله. شوفوا حاجة سهلة في البيت. شوية مكسرات، اي مكسرات عندك، حابة تحشيها جبن تكون حادقة معاكي، حابة انها تكون حلويات شرقية، اعملي. هتقلبي المكسرات دي وتحطي عليها معلقة سكر علشان واحنا بنقليها المكسرات وانتي بتاكليها كده ما تقعش منها. قفلي كويس بالطريقة دي. هنحشي الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وكان في نفس الفيديو حشيت بالجبن، بس المقطع بصراحة اتمسح مني، عفوا. بس كان طعمها جميل بالجبن وروعة. اي مكسرات عندك، حابة تحشيها كريمة، حابة تحشيها تمر، حابة تحشيها لوز، فستق، اللي موجود عندك، نوتيلا. ما شاء الله انا بحبها بصراحة بالمكسرات. لما يكون فيها بقى عين جمل بتبقى روعة. زيت سخن كده في الاول، وبعد كده هتحمريها. ساعة ما تدي اللون الذهبي الجميل كده هتقلبيها. ما شاء الله كانت من الاخر وطعمها روعة.
كررت الموضوع دون بصراحة يومين ورا بعض، كانت عجبت الأولاد. وطبعا الشربات بتاعنا يكون تقيل، كوبايتين اتنين سكر، عليهم كوباية ونص مية، عصرة ليمونة، رشة فانيليا، 10 دقايق بس أو أقل من 10 دقايق هيكون تقل معاكي وعايزين شربات بارد. أنا ببقى محضراه وحطاه في التلاجة. ساعة ما بعمل الحاجات دي بكون عاملة شربات الكنافة، شربات القطايف، شربات الزلابية بيكون تقيل، وشربات بلح الشام، فبكون عاملاه في الفريزر، في التلاجة عفوا. ساعة ما بعمل الجمال ده بروح بقى بيكون جاهز عندي. هنطلع بقى من طاسة الزيت، هنحط على الشربات بتاعنا وقلبيهم كويس كده وخليها تشرب من الشربات. هنقلي طبعا بقية الكمية بتاعتنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شير لكل حبايبكم كده، وادعمونا لو بحرف عشان الكل يستفاد كده وتقدري تعمليها. سنة أولى مطبخ هتقدر تعملها في ثواني. بعد ما شربت الشربات بتاعنا الجميل كده، حابة تصفيها، حابة تحطيها في الطبق زي ما بحطها كده. أنا بحب يكون الشربات تحتها كده بيبقى جميل. هنقلب بقى بقية الكمية، واللي هيطلع هنحطه في الشربات بتاعنا أو السيرب. صليتي على الحبيب، صلي على الحبيب قلبي كتير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. رمضان كريم عليكم، ويا رب تكونوا كده في أجمل حال. هنطلع بقى الجمال ده ونحطه كده. شوفوا ما شاء الله، معلقة عسل نحل بقى، وانسي بقى ما شاء الله عليه. ووزعاها كده كويس على احلى قطايف. انا بصراحة ما كنتش بحبها، بس من بعد ما عملتها في البيت ولا بتشرب زيت ولا اي حاجة، ما شاء الله عليها. شوفوا، هفتح معاكم واحدة وبتقرمش وجميلة لغاية اخر واحدة. يعني اخر واحدة يعني مش بتقعد لتاني يوم بصراحة. ما شاء الله عليه، بألف هنا وصحة على قلبهم حبايب قلبي. شوية مكسرات كده من على الوش كده، اديها كده لمسة الجمال بتاعتها الأخرانية كده. شوية مكسرات، فول سوداني مع شوية كده جوز الهند، ودي أي مكسرات موجودة عندك حابة تسيبها كده، دي حاجة ترجع لك. شوفوا ما شاء الله. وده كان فيديو النهاردة يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا احلى واجمل متابعين في الدنيا.